واش صافا شحال من واحد كيبغي يبان عنده واحد الكاريزما وشخصيه اللي جذابه وخلي كلشي يدوي معاه ويتعرف عليه. انا عارفك ديما كيطلعوا لك دوك لي فيديوز على دوك الناس اللي ناجحين في حياتهم، وهادشي راه ناتج على واحد الشخصيه اللي خاصك انت تخدم عليها وتطورها. وما تنساش بلي كاريزما راه كتكتسب مع الوقت، وهذا هو الهدف ديال هاد لا فيديو. وداكشي علاش انا جبت لك بزاف ديال المعلومات اللي غيساعدوك باش تولي كاريزماتيك. معكم ديفلوب بالدارجه، وكيف العاده ما تنساش شي قهوه ولا اتاي. نبداو على بركه الله. نبداو باول حاجه بغيتك تعرفها اللي هي شنو بعدا كتعني الكاريزما. فالكاريزما هي واحد الصفه كتخلي الشخص يبان جذاب للناس الاخرين، واللي كتساعد داك الانسان باش يجذب ويأثر على الناس بطريقه اللي هي ايجابيه. فراه بالنسبه للناس اللي عندهم هاد الكاريزما ديما كيخليو الناس يحسوا بالراحه والثقه فاش يكونوا كيدويو معاهم. دابا شفنا شنو هي الكاريزما، وارى لي دابا المعقول. شنو خاصك دير باش تولي انسان كاريزماتيك؟ بلاتي قبل ما ندوزو لهاد الخطوات راه ضروري تكون مقاد علاقتك مع الله عز وجل، يعني تكون كتصلي الا بغيتي تكون عندك هذيك الشخصيه اللي انت كتحلم بها. نبداو بواحد الحاجه اللي هي الثقه في النفس، حيت صراحه الثقه في النفس واحد الجزء اللي اساسي وفيه بزاف ديال الحوايج، واللي منهم المظهر ديالك والمشيه ديالك والى اخره. وراه فايت سبق لي درت فيديو خاص على هذا البلان، الا ساليتي هذا لا فيديو سير وتفرج فيه. ثاني حاجه خاص تكون عندك واللي هي التواصل الجيد. صراحه كتبالي واحد الحاجه اللي مهمه، يعني خاصك تطور من مهارات التواصل ديالك، واللي منهم مهارات الاستماع. يعني فاش تكون كتهضر مع شي حد حاول تصنت لداكشي اللي كيقول وما تقاطعوش، وحاول مره تبقى تعيط عليه بسميتو الا كنتي باغي تسولو على شي حاجه. والمهاره الاخرى واللي هي التواصل البصري، واللي الصراحه عندها واحد التاثير كبير على الناس اللي دايرين بك، حيت بها غتخلي داك الشخص اللي كدوي معاه يحس باللي راك مهتم بيه وعاطيه الاحترام. وما تنساش فاش تكون كدوي مع شي حد بقى مره تطلق شي ابتسامه، وخليك ديما متفاعل معاه في الهضره، حيت هادو كاملين غيساعدوك باش تتفاعل مع الناس وتخلق ديك الجاذبيه ويرتاحوا معاك. ثالث حاجه واللي هي كون صادق مع راسك ومع الناس اللي دايرين بك، يعني تقبل ذاتك كيف ما انت، سواء كنتي طويل او لا قصير داكشي ما كيهمش. افتخر براسك كيف ما انت، وحاول ما تبقاش تصنع، كون واحد الانسان اللي هو نيشان تبان لك في القافيه. مهم، حيت صراحه الشخصيه الاصيله هي اللي كتجذب الناس ليك. رابع حاجه واللي هي التفكير الايجابي. شوف تخيل معايا كنتي كدوي مع شي حد ولقيتيه كيدوي بزاف بطريقه اللي هي سلبيه، راه باينه ما غتنجذبش ليه، حيت الطبع ديال الانسان انه كيعجبو الحال فاش كيسمع شي هضره اللي زوينه واللي كتموتيفي. يعني حاول تكون داك الشخص اللي ديما كينشر الايجابيه بين الناس، حيت اصلا باش تفكر بطريقه اللي هي ايجابيه راه حاجه مهمه للصحه النفسيه ديالك، هي الاولى. خامس حاجه واللي هي الغموض، واحد الحاجه اللي في الاصل خاصها تكون عندك، حيت كيجيهم صعيب باش يفهموك وصعيب باش يعرفوا الحوايج اللي كيعجبوك واللي ما كيعجبوكش. نعطيك مثلا اول مره تعرفتي على شي حد جديد بقى مره تبين شويه على راسك، ماشي تقول كلشي اول نهار، هكا غتخلق ليه شويه ديال الفضول ويزيد ليه في الرغبه باش يتعرف عليك، وهادشي اللي غيخليهم ديما معاك وديما غيبغيو يهضروا معاك ويتقربوا ليك. داكشي علاش خاصك ديما ما تكونش داك الشخص الممل، وخليك ديما غامض، حيت الشخصيه الغامضه راه في الاصل ديما كتكون جذابه للناس الاخرين. سادس حاجه واللي هي قوه الحضور. باش نلخصها لك فراه هي واحد المجموعه من العوامل مشتركه واللي كتمثل فيها الثقه بالنفس والتواصل البصري والتفكير بطريقه ايجابيه، وايضا لغه الجسد ديالك والى اخره. فإلا قدرتي تطور من هذه المهارات فكن على يقين انك غتكون قادر باش تعزز من قوه الحضور ديالك وتزيد من الجاذبيه ديالك. نزيدك واحد الحاجه واللي الصراحه مهمه، واللي هي خاصك بعدا تحترم راسك الا بغيتي الناس تحترمك، ضروري هادي. وحاجه اخرى واللي هي ضروري تكون عارف كيفاش تدافع على الراي ديالك، يعني فاش تكون في شي سيتوياسيون خاصك تعطي الراي ديالك بطريقه اللي هي عقلانيه. فكل ما كان الحضور ديالك قوي كل ما الناس غيحسوا بالفرق فاش ما تكونش معاهم، وكل ما يحسوا بالفرق غادي يحسوا بالقيمه ديالك. سابع حاجه واللي هي التحكم العاطفي. هذه واحد الحاجه اللي خاصها تكون عندك، حيت الاشخاص اللي عندهم الكاريزما ديما كتلقاوهم كيكونتروليو المشاعر ديالهم. يعني خاصك تعرف كيفاش تحكم في ردود الافعال ديالك، حيت الصراحه الا كنتي قادر تحكم في المشاعر ديالك هادشي غيساعدك تتفاعل مع الناس الاخرين باحترام، وبالتالي غيتجنب داك الاندفاع والغضب الزائد، وغتولي تتعامل مع الناس بلا باقه واحترام. يعني فاش تكون في شي سيتوياسيون حاول تكونترولي راسك وما تسرعش. بخلاصه في التحكم بالمشاعر حاجه مهمه، حيت غتساعدك باش تطور من الكاريزما ديالك وتحقق تاثير الجاذبيه مع الناس.
وما تنساش بلي الكاريزما ماشي شي حاجه اللي ثابته، وانما كتحتاج واحد الوقت ومجهود باش تطورها. فاللي خاصك دير هو انك تبدا تتبع الخطوات اللي قلت لك في هذا الفيديو، وغتشوف النتائج وغتولي عندك ديك الشخصيه اللي كتحلم بها. ها هو الشي بين يديك، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، راك تما.